ازيكم؟ هقول لكم على احلى طريقه للبان كيك هيطلع معاكم زي الاسفنج بالظبط، وكمان هيفضل مرتفع معاكي حتى بعد التسويه مش هيهبط. تابعي الفيديو للاخر واقول لك على كل النصايح اللي تخلي البان كيك مرتفع معاكي، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو. اول حاجه جبت بوله وحطيت فيها بيضتين ورشه من الفانيليا، وبعدين ضفت عليهم 3 معالق كبيره من السكر. هقلب البيض والسكر كويس جدا مع بعض، ومش لازم نستخدم مضرب بالكهرباء، المضرب اليدوي عادي، المهم نتاكد ان احنا قلبناهم كويس. دلوقتي بقى هضيف 3 معالق كبيره من الزيت او 3 معالق كبيره من الزبده، وضفت كمان كوباية ونص من الدقيق، وطبعا ممكن نعاير بكوباية الشاي العادية. بعد ما نخلت الدقيق هضيف باكت من البيكنج باودر، الباكت ده 16 جرام، يعني معلقة كبيرة من معالق الأكل. وآخر حاجة بقى هضيف كوباية من اللبن. هرجع أقلب الخليط كويس جدا مع بعض، أنا مش عايزة الدقيق يكون ليه أي أثر، ده بيبقى سمك الخليط بيكون سميك شوية مش خفيف. في طاسة سخنة على النار بتكون وسط، بضيف خليط البانكيك. أنا مش بقلب البانكيك خالص إلا لما يكون استوى من تحت وطلع فقاقيع كده من فوق. لاحظوا كده معايا ارتفاع البانكيك عامل ازاي؟ الحاجه اللي بتخليه يفضل مرتفع زي الكيك الاسفنجي هو ان سمك الخليط بيكون سميك، لو الخليط كان سايل منكم هيهبط بعد التسويه. شايفين ما شاء الله البانكيك مرتفع بعد التسويه وما هبطش ازاي؟ هكمل بقى باقي كميه البانكيك، وعايزه اقول لكم ان زاد مني شويه من البانكيك خليط، حطيته في التلاجة يوم كامل وبعد كده سويته، طلع معايا مرتفع وما جرالوش اي حاجه. عملت شويه بانكيكس صغيرين هزينهم بالعسل، وعملت كام واحده كبيره هزينها بالنوتيلا. حطيت هنا عسل ومكسرات وزبده، وعايزه اقول لكم ان الزبده بعد تسويه البانكيك بيبقى طعمها باين فيه واحلى من ان الزبده تكون جوه الخليط نفسه. اما البانكيك الكبير حشيته نوتيلا وقفلته كده زي القطايف بالظبط. انا كده خلصت الوصفه بتاعتي، يا رب تكون عجبتكم، هستنى تطبيقاتكم، استنوني في وصفات تانية جديده، مع السلامه.